بلاش نعمل من شوية مشاكل جوازة. بالظبط اللي سمعتيه صح. ما ينفعش ابقى من ساعة ما عرفت الشخص ده وانا في مشاكل وضغط مع اهلي او مع اهله. ده مش صح، ده مش حب، دي تعاسة. ان انا ابقى عارفة ان في مشاكل من الاول واقول لا بس هو كويس، لا بس هو بيحبني، لا دي مشاكل. كفاية المشاكل اللي بتبدأ من بعد الجواز او بعد الجواز هتلاقي مشاكل عشان التطبع وعشان هي الحياة كده. فبلاش انا ابقى عارفة ان انا داخلة بمشاكل واكمل. لو في فرق في المستوى المادي او الاجتماعي او مثلا اهلي مش موافقين، دي حاجة كبيرة. ما ينفعش اقول لا مش مهم اهلي. لا، ليهم اهلك حق عليكي مهمين، طبعا، لأن ربوكي وكبروكي وصرفوا عليكي، فليهم حق في اختيار شريك حياتك. انتي حطي نفسك مكان مامتك. لو العريس ده مثلا مامتك مش موافقة عليه، انتي توافقي عليه لبنتك؟ حطي نفسك مكانهم. ما ينفعش تبقي عاملة نفسك انتي بس اللي فاهمة وانتي صح، ولا هو بيحبني وبيقولي كلام كتير. لا، اسمعي كلام الاكبر منك واللي متجوزين، هم عارفين، هم مش بيحبطوكي. شوفي اكتر ناس انتي واثقة فيهم وهم بيتمنولك الخير واسمعي كلامهم. ما ينفعش تصممي على رأيك، وما ينفعش كمان تبقي مكسوفة ان انتي ترجعي عن رأيك وتقولي هو صح بس انا مش هينفع ارجع عشان اللي حواليا هيأنبوني، هيقولوا لي ما احنا قلنا لك. مش مشكلة، مش مشكلة. خراب البيوت مش سهل، مش سهل انك تتجوزي وتخلفي وتتطلقي. قبل ما تفكري انك تتجوزي اختاري اب لولادك. شوفي بجد هو يقدر يشيل مسؤولية، هو يبقى حنين. شوفي المستوى اللي انتي عايزة تعيشي فيه. ومش كل حاجة بتيجي بعد الجواز. مش معنى ان انتي شفتي حد بقي غني بعد الجواز حياته اتحسنت، مش معنى كده ان انتي تختاري واحد اهلك مش موافقين عليه خالص خالص وتقولي لا ربنا هيرزقنا ربنا هيكرمنا. ما ينفعش اهله بقى يبقى هم مش موافقين عليكي وانتي تصممي وتقولي لا هو بيحبني انا هعرف اكسب اهله. ما ينفعش برضو. عارفة لما تروحي كده تبقي عايزة تشتري تيشيرت درجة معينة في الأخضر، وتروحي وتلاقي الدرجة دي، يبقى الدرجة تحفة، بس تيجي تقسي تلاقيه واسع، تلاقي الكتاف نازلة، تلاقي هو طويل، تقولي هو تحفة. لا، ما يبقاش تحفة. مادام في حاجات مش مظبوطة يبقى التيشيرت ده مش تحفة، يبقى مش مناسب ليكي. اتكلموا مع بعض في كل حاجة أول قعدتكم. ما ينفعش القعدات دي تبقى قعدات سطحية خالص. اتكلمي مثلا آراءه في العيشة، آراءه في المجتمع، آراءه في الحاجات اللي بتبقى طالعة ترندات مثلا اللي بنسمع عنها، زي هو ايه رأيه في دور المرأة في الشغل، ايه رأيه في الصرف في البيت هيبقى عامل ازاي. حاجات كتير. ما ينفعش تبقي سطحية في الموضوع ده خالص. اقعدي ثقفي نفسك واقري واسمعي فيديوهات كتير. المستوى المادي دلوقتي بقى مهم قوي. مش هنكدب ان الامكانيات بقت مهمة، ان احنا لما بنشوف حد راكب عربية كويسة، ساكن في مكان كويس، مدخل ولاده مدارس كويسة، بيخرجوا هو ومراته كل اسبوع في مكان كويس، لا احنا بنبص للحاجات دي. ما ينفعش تكوني انتي في بيت اهلك متعودة على نظام معين وصرف معين وتتجوزي اقل منه بكتير. ده ما ينفعش. ما تقوليش ان معلش اصلي هنبدأ واحدة واحدة، اصلي الشباب هتعمل ايه. مشاكل بعد الجواز بتبقى معظمها من الفلوس. لازم تبقي مقتنعة بكده. الفلوس بتوقف كتير. لازم يخليكي شبعانة ويخليكي حاسة بالامان معاه. واوعي من الراجل المستغل والبارد. اوعي. الراجل المستغل والبارد مش بيتغير. وكمان اوعي يبقى عايز يعيش على حسابك وعلى حساب شغلك. دي حاجة مهمة. على حسابك وعلى حساب شغلك ده معنى كده انك هتخلفي، انتي اللي هتنزلي تكشفي، انتي اللي هتصرفي على الولاد. هو ممكن يمشي في اي وقت. ترجعي لبيت اهلك بولادك. حرام عليكي. بدل ما يشيلوا مسؤوليتك يشيلوا مسؤوليتك انتي وولادك. حرام عليكي. انا بكون حزينة لما بسمع عن قصة انفصال او طلاق وانا عارفة من الاول ان لا، هو كان في حاجة غلط. هو كان باين من الاول ان هما مش متفقين.
بقي فيه وعي وبقي فيه نضج وكبرنا كفاية ان احنا نعرف نختار ونعرف نقول ان لأ، الموضوع ده فيه مشاكل، الموضوع ده عدى علينا قبل كده، والمشاكل دي ما بتتحلش بعد الجواز. خليكي صريحة وخليكي واضحة، وشوفي انتي اهدافك ايه في الجواز. شوفي انتي بجد نفسك جوازتك تبقى عاملة ازاي، واشتغلي على نفسك. وادعي كتير ان ربنا يبعتلك حد يبقى شبهك. ما تقبليش باي حد يتقدم، لأ. اقعدي مع اهلك وفكروا كويس. الجوازة مش بتديم سنة ولا سنتين خالص، دي انتوا بتخلفوا، انتوا بتربوا اجيال، انتي بتطلعي جيل. كفاية نوقف جيل الطلاق والظلم والمشاكل والقرف والانفصال. لا، نبقى ناضجين شوية واحنا بنختار. اقعدي مع اهلك ما سمعوش رأيك، شوفي حد كبير في العيلة يقنعك. شوفي اي مثلا دكتور نفسي، مش عيب ان احنا نلجأ له. دلوقتي الدكتور النفسي ما بقيش مرض، بقي لجوء وبقي بيحل. بدل ما تتجوزي وبعد فترة تبقي مش قادرة تعيشي في المكان ده. لو انتي بتحبي الشغل جدا وبتحبي خروج وبتحبي صحابك، ولو حسيتي من قعداته ان هو مش بيحب كده، وان صحابك لما بيرنوا عليكي مثلا او لما بتقولي له عايز اخرج بيبقى مجبور ان يقولك ماشي خروجي، ولو حسيتي انه هيبعدك عن اهلك، دي كلها اشارات من ربنا. فتحي دماغك، ما تجيش تقولي يا رب انا ليه مش متوفقه، انا ليه جوازتي وحشه، انا ليه حظي كده. ربنا ملوش علاقه بكده. معظم مشاكل بعد الجواز بتبقى عشان احنا غمينا عينينا، عشان مرايه الحب عاميه زي ما بيقولوا. فتحي عينك خلاص، فوقي من وهم الحب. لو عقلك ما كانش مسيطر اكتر في اتخاذ القرار في الجوازه دي، يبقى ده غلط. ما بقولكيش عقلك بس، عقلك وقلبك لازم الاتنين يبقوا شركة في القرار. لو قلبك بس هو اللي كل شوية اصل هو بيحبني، هو ظروفه وحشة بس هو بيحبني، هو حنين، هو اهله وحشين بس هو بيعاملني كويس، لا. محتاجة تقفي لنفسك وقفة بجد. انتي هتبقي زوجة وهتبقي ام، ده وعي؟ لا، ده مش وعي. انا مش هطبطب عليكي، كفاية المشاكل اللي بنسمعها، كفاية الطلاق، كفاية الانفصال، كفاية الخناقات، كفاية محاكم الأسرة. جيل بيتبهدل عشان عدم الوعي. اكتبوا لي آرائكم في الكومنتات، هستنى آرائكم ونقرأ مع بعض الكومنتات. Thank you for watching.